السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هقول لكم على حاجة، على طريقة تغسيل الكرنب. الكرنب يا جماعة، اول حاجة جبت حلة هي، وهعمل ايه بقى؟ هاخد الكرنباية دي عشان اوريكم بس. طبعا هاخد ورقة علشان انا بغسل ورقة في المية وبروح وبسلقها يعني. مش بروح حتى الكرنبة كلها مرة واحدة، يعني باخد واحدة واحدة كده، كام ورقة مع بعض واسلقهم واطلعهم على الصينية، وكام ورقة بشطفهم تحت الحنفية عشان لو فيها تراب مثلا من عند الراجل ولا حاجة ما تعملش. هوريكم دلوقتي. الورقة طلعت لها جميلة دول مثلا انا حطاهم طبعا في الطبق تحت الحنفية، اغسلهم واروح حطاهم في المية. خلاص شطفتهم تحت الحنفية في طبق طبعا كبير كده، وحطيت وبنزلهم في الطبق وانضفهم كده. دلوقتي معايا حلة هي فيها مية، والمية غليت، المية سخنت وغليت يعني، فهنزل فيهم كده. هتقولي طبعا المية ما حطيتيش ملح يا ام محمد ولا حطيتي حاجة. لا، مش هنحط ولا ملح ولا كمون ولا الكلام ده كله خالص. انا لما تيجي تخزنيه ما تحطلوش ملح. ليه بقى؟ والله العظيم هيقعد معاكي من السنة للسنة وبلونه اخضر زي ما هو. ما تحطيش ملح من المية بتاعت السليق. ليه؟ لان الملح بيهريه وبيخليه يسود، وكمان لما بتيجي تمسكيه بتلاقيه مزلق كده منين؟ من الملح. مش هنحط ملح. بصوا هيستوي كده من تحت، واروح قلبهم من الناحيه التانية. بصوا كده هما اتعملوا من تحت، يعني ما بياخدوش وقت كتير عشان الورق ما يتهرش منك، يعني مسافه ما تحطيهم دقيقه كده وتروحي مطلعاهم. انا بس بوريكم لاني شفت ناس كتير بتحط ملح في الميه، والملح ده والله هو اللي بيبوظ الكرنب. لو حطيتيه في التلاجة الكرنب بصراحه ربنا بيغمق يعني. الكرنب بيغمق وبيمزلق، والله بيبوظ. ما تحطيش اي حاجه. اما تيجي بقى تعملي لو هتعملي بقى الشوربه مثلا، حقيقه الشوربه زياده شويه، يعني ما تخليهاش عجينه، حقيقها شويه بحيث ان الكرنب برضو يتحيق معاها. احط بقى غيره. بصوا ده الكرنب ده كان عندي من بدري في التلاجة. بصوا اللون قاعد زي ما هو ازاي. ده زي اللي انتوا بتطلعوه هو فيه ملح يعني. دلوقتي من بدري عندي في التلاجة. بصوا اللون عامل ازاي، اخضر زي ما هو ازاي اهو. لما تقولوش ان محمد بتكذب علينا بس اهو. والله الملح انا قلت لكم، بس انا معلومه كنت عايزه اقولها لكم وخلاص. اللي عايزه بقى تسلق الكرنبايه بحالها تسلقها، اللي عايزه تقطعها زي ما انا بعملها كده، بحب اقطعها كده علشان لو فيها تراب من جوه ولا حاجه، بس انا خدت على كده يعني، مش بحب احطها كلها في الحله. بس انا حبيت اوريكم الكرنب اللي هو مجمد عندي. بص عاملين ازاي اهو، اخضر جميل زي ما هو عشان ما فيهوش ملح. كده خلاص خلصت الكرنبايه كلها. هاخد ورقه بقى، انا بحطها على الصينيه كده، وباجي في الوسط كده واروح شايله العرق دوت من الوسط اهو. بروح كده وكده. يعني عشان ما اقعدش ابهدل فيها يعني، يبقى العرق بس. جايه كده واروح قاطعه العرق كده من الوسط، من هنا ومن هنا. طبعا العرق هيطلع كده، واروح فاتحاها كده نصين بس.
بس هقطعهم كلهم بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا حبايبي خلاص احنا خلصنا الكرنبايه، وانا قطعتها طبعا واهي حطيتها في اكياس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو انت هتعملي المحشي في وقته ممكن تحطي له ملح، يعني مش هتعمليه في وقته وهتخزنيه، يا اما انت مش ضامنه تعملي الكرنبايه كلها ما تحطيش ملح، لان الملح هو انا حبيت اقول لكم المعلومه دي بس. حطيته بقى ايه 3 اكياس. بصوا الكرنبايه الجميله دي خدت 3 اكياس. ده الورق الاخضر عشان اخد منه في قعر على رص في قعر الحله. ده بقى ابيض على ابيض على اخضر. ده ابيض خالص طبعا. فاللي هتخزن المحشي اللي هتخزنه بقى والله بيقعد، ممكن يقعد عندك سنه وهو اخضر بنفس الشكل ده. ليه؟ لان الملح فعلا بيهري الحاجه، بيهري. يحط يعني لو حد حط ايده على لو ساب الملح على ايده كده هتلاقي ايده دي اتعملت اتهرت يعني. فالملح بيهري الحاجه، هو في اي حاجه بصراحه. اعملوه كده وما تحطلوش ملح لو هتخزنوه، وهيقعد معاكم حتى لغايه رمضان مش هيجرى اي حاجه. ودلوقتي اقول لكم بقى ايه، الفيديو خلص واشوف وشكم على خير، وما تنسوش اللايك والشير. الغسالة عما خلصت اقعدي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي، مع الف سلامة.